السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم معايا دائما في مطبخ نوال ديزاد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوى جد رائعه بالقطايف، من اروع ما يكون، بزاف بنينه والشكل تاعها بريزونطابل كيما راكم تشوفوا معايا. سهله التحضير بمكونات جد بسيطه وتقطع كميه كبيره. هاد الحلوى تحتاجوها للعيد ولا الحفلات ولا عرس خطوبه، لانه الشكل تاعها شباب وتقطع كميه كبيره. كملوا معايا لا فيديو حتى التالي باش تكتشفوا الوصفة وتجربوها معايا. اذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي اذا عجبتكم ولا لا، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائدة. نبداو بسم الله. اول حاجة راح نبداو بالقاعدة تاع الحلوى تاعنا اللي هي الصابلي. في الغيسيبيون تاعي ندير 125 غرام زبدة تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، نضيف عليها حبة تاع البيض، ربع كاس تاع الزيت، نضيف عليهم نص كاس تاع المايزينا ونص كاس تاع السكر الناعم، بلا ما ننسى الفانيليا. انا هنا استعملت الفانيليا. اذا كان عندك معطر الكراميل تجي الصابلي تاعك يجي بذوق الكراميل على حسب الحلوى تاعنا. ما توفرش عندي انا الاغوم تاع الكراميل، درت غير الفانيليا. بهذه الطريقه ندير كاع هاد المكونات بلا ما ننسى رشه الملح. نطلع هاد المكونات بالباتور حتى نتحصل على قوام كريمي. هاد لاغوسيت تاع الصابلي المعتمده عندي، دائما نشاركها معكم اشاك فوا نحط لكم فيديو فيه حلوى ولا فيه الصابلي، نحط لكم هاد لاغوسيت باش تحفظوها. لانه وصفه ناجحه 100%، خاصه اللي يخدموا المشاريع. هاد الوصفه تساعدكم بزاف باسكو تقطع كميه كبيره وناجحه 100% وبنينه. وهذا الصابلي يبقى معاكم مقرمش الاطول مده، غير احتفظوا به في علبه تكون محكمه الغلق ودستيه وخدمي به في غردك. هاد الوصفة من ذهب، صدقوني غير جربوها واحتفظوا بها وديروها في عينيكم لجميع الحلويات. اي قاطو تبغي تستعملي فيه صابلي استعملي فيه هاد الوصفة، لانه ما يتغير الحجم تاعه، ما يطلق لكم الزيت في كي يكون يطيب يجي على حبة واحدة. كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما طلعت غايه بالباتور وتغير اللون تاع الكريمه تاعنا ولات ابيض، انا نضيف الفرينه ونضيف نصف ملعقه من خميره الحلوى ونلم العجينه تاعي بالفرينه. نبقى نضيف الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه، ما نيبسهاش بزاف وما نخليهاش جاريه. تكون هذيك هي، لازم يكون عينك ميزانك في العجينه تاعك. الفرينه لازم تكون مغربله بطبيعه الحال. وهذه هي العجينه تاعي راهي واجده. انا نديرها في كيس بلاستيكي باش ما يضربهاش الهواء وتيبس. ودروك نحل العجينه تاعي بالحلال، ندير كيس بلاستيكي من تحت ونزيد ندير كيس بلاستيكي من الفوق هكا باش يساعدني في الخدمه. والصابلي تاعي يجي ليس ويجيني على حبه واحده، ما نديرش جهه غليظه او جهه رقيقه. ونطبع العجينه تاعي بهذا السرسول يجي مستطيل. بهذه الطريقه نطبع كاع الكميه اللي عندي ونديرهم في البلا ونطيبهم على درجه 180 درجه. لازم نطيب الصابلي تاعي غايه كي نشوفه هذاك اللون الذهبي من تحت نطفي عليه. هاد المقادير اللي عطيتها لكم تاع حبه بيض و125 غرام زبده تعطيكم حوالي 45 حبه تاع صابلي. كما شفتوا معايا المقادير كانت جد بسيطه، ولكن يقطع كميه كبيره. هاد الحلوى اقتصاديه وتقطع كميه كبيره. وهذا هو المول سيليكون اللي غادي نخدموا به. شوفوا الشكل تاعه كيفاش يجي داير، الشكل تاعه بزاف شباب. والخدمه تاع هاد المول سهله سهله، اسهل المول خدمت به الصراحه، سهله بزاف والشكل تاعه شباب. الان ذوبت الشوكولا بيضاء في حمام مائي كما وريت لكم كيفاش تذوبوا الشوكولا. تقطعي الشوكولا تاعك الى قطع تكون صغيره وديريها في حمام مائي وتخليها تذوب. من بعد تخلطي الشوكولا تاعك وتضيفي لها ملعقه تاع الزيت. في 100 غرام تاع شوكولا تضيفي ملعقه تاع الزيت وتخلطيها. اذا شفتي مازال باقي فيها الحبيبات تاع الشوكولا ما عليك غير تصفيها.
باش تجيك ليس وتعطيك هذيك لا بغيونس. كيما شفتوا معايا هنايا بقيت نضيف عفوا في الشوكولا نوار تدريجيا، نضيف غير شويه ونخلط ونشوف حتى نتحصل على هذا اللون. انا بغيت الحلوى تاعي تجي بنيه. ونجيب المول تاعي ونابليكي فيه الشوكولا بالبانسو بهذه الطريقه. بزاف الشيرات سقسيتوني على نوع الشوكولا اللي نخدم بها. نخدم بضاده صراحه، هي اللي راهي البري تاعها زعما مليح باغابوغ الكميه تاعها، وتاني بنينه، وتاني مليحه تساعدك في الخدمه زعما ما تخسرش كي تذوبيها في حمام مائي ما تخسرش. تقدي تصلحيها، ماشي كاين واحد لي مارك اللي كي تخسر لك طيح فيها قطره تاع ما ولا صاي خسرت تقيسيها. كيما راكم تشوفوا معايا نابليكي الشوكولا في المول تاعي بهذه الطريقه. هنا ناكد على الاطراف باسكو هما الاطراف اللي ما توصلهمش الشوكولا، باسكو الشوكولا تهود، ناكد عليها غايه. نكمل المول تاعي وندخله للثلاجه باش تجمد لي الشوكولا ونعاود له للمره الثانيه. والان بعد ما جمدت لي الشوكولا راح نعاود لها للمره الثانيه. كيما راكم تشوفوا معايا راني ناكد مليح على الاطراف. كيما على بالكم الشوكولا كي نابليكوها في المول تاع السيليكون هذا الشوكولا تهودت تحت. نتوما حاولوا تاكدوا على الاطراف باسكو هي اللي يتكسروا لنا كي نديمولوهم، باسكو الشوكولا ما تكونش غليظه في الاطراف. خلوا لي رايكم في التعليقات على اللون اللي درته هذا الماغون. انا كنت باغيه نديره بلون. كي شفت حمصت القطايف وشفتهم هكا صفرين وكاع قلت لا، قلت نديره في الماغون باش تجيني اسورتي مع القطايف. قلت البلون ما غاديش تجيني شابه مع القطايف. وخلوا لي رايكم نتوما، قولوا لي اسكو البلون ولا الماغون ولا الباج وينه الكولور اللي يجي شباب مع القطايف. انا دائما كي ندير حلوه بالقطايف نبغي ندير لها اللون تاع الشوكولا ماغون. ونكمل ابليكي الشوكولا في المول تاعي بهذه الطريقه وندخلهم للثلاجه حتى يجمدوا باش نعمرهم بالحشو. ودروك غادي نحمصوا القطايف اللي غادي نخدموا بهم الحشو تاعنا. دائما كي نخدم حلوه بالقطايف دائما تقولوا لي نوال ورينا كيفاش تحمصي القطايف. قلت هذه الخطره نوري لكم، ما نوري لكم لا مارك تاع القطايف اللي نخدم بها. سيت بزاف لي مارك بصح عجبتني هذه جداتي القطايف تاعها شابين، عجبوني. شوفوا كي تجي قاع طويله ما تجيش مفته وتجي شابه. وتاني كاين ملاحظه، انا القطايف ما نبغيش هذوك المحمصين اللي يتباعون محمصين، ما على باليش علاه انا ما يعجبونيش، تجي فيهم ريحه تجي بنه ويجوني يابسين، ما على باليش علاه ما نبغيهمش. نبغي نشري قطايف كيما هكا خضرين ونحمصهم وحدي، تجي البنه تاعهم شابه، تعجبني البنه تاعهم كي نحمصهم وحدي. كيما راكم تشوفوا معايا ديت كميه من القطايف يكونوا خضرين كيما هكا ونديرهم في المقله ونديرهم فوق النار تكون قليله، ونبقى نحرك فيهم غير بشويه حتى يتحمصوا لي ويدوا لي هذاك اللون الذهبي. كما راكم تشوفوا معايا راني منقصه النار وراني مخليتها تتحمص في غردها، ونبقى نحرك فيها باش ما تنحرقليش وما نضيف لها حتى اضافات. ما ديروا لها لا سمن لا دهان لا والو، كيما راهي هكا ما ديروا لها والو من القابسه تاعها وقعدوا تحمصوا فيها هي وحدها. غادي كي تتحمص تتفتت بلا ما تفتوها. هادو هما القطايف تاوعي بعد ما حمصتهم. شوفوا كيفاش داو لي اللون الذهبي هذا الشباب. الان نطفي عليها ونخليها تبرد تماما باش نخدم بها. الان راح نخدموا الحشو. هنا عندي كيله تاع قطايف، كيله تاع كاوكاو محمص مليح، لازم نحمصوه حتى يولي احمر كيما هكا، ونطحنوه شويه رقيق ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف. ولم الحشو تاعي عفوا بهذه شوكولاته تختيني مون بنينه عجبتني بذوق النوازيت. كما راكم تشوفوا معايا درت لكم حشو اقتصادي وبنين بنين بنين. جربوا معايا هاد الحشو وهاد الوصفه واعطوني رايكم. دائما تقولوا لي نوال ديري لنا وصفات اقتصاديه ما كانش نورمالمون اقتصاد كيما هذا في حلوى بريستيج. ونلم الحشو تاعي بالشوكولاته تختيني. انا استعملت هذه مون، نتوما تقدروا تستعملوا اي شوكولاته تختيني تتوفر عندك. ونخلط بهذه الطريقه. نبقى نضيف في الشوكولا حتى يتلم لي الحشو تاعي
ما نديرهش يابس بزاف وما نديرهش تاني جاريه بزاف، باش يكون الذوق تاع الحلاوه تاعي معتدل مع الكاوكاو ومع القطايف والشوكولا، غادي تجي هذيك هي. وهذا هو الحشو تاعي راه واجد. الان راح نخرج الشوكولا تاعي ولا المول تاعي من الثلاجه باش نعمر الحشو تاعي في الشوكولا. انا هنايا بغيت نقول لكم باللي خدموا الحشو هو الاول، عاده باش تروحوا تخدموا الشوكولا في السيليكون، باسكو باش الشوكولا تاعي ما تطوليش في الثلاجه وتطلق لي الماء. على بها نخدموا الحشو هو الاول، من بعد عاده نروحوا نخدموا الشوكولا. كما راكم تشوفوا معايا الان راح نعمر في المول تاعي، ما يرفتش بزاف، حوالي ملعقه في كل حبه. بهذه الطريقه نعمر مليح. كما راكم تشوفوا معايا راني نعمر الحشو وراني نضغط باش نتاكد باللي الحشو تعمر لي كاع في الحبه تاعي تاع الشوكولا. بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي. هذا الكاطو اللي ما جربتهاش غادي تراطي بزاف بزاف، جا شباب وفي الدار كاع عجبهم. هذاك الميلونج تاع القطايف مع الكاوكاو والشوكولا ما نحكي لكمش، جات بنينه بنينه بنينه. هذيك القرماشه جات شابه بزاف. مام غادي كي تشوفوا كي غادي نديكورو بالنسلي والقطايف واحد البنه، وهذاك الصابلي تاعنا الشباب المقرمش، جات حلوه تحفه. وكما راكم تشوفوا معايا اقتصاديه، زعما ما فيهاش صوالح بزاف ومشي مكلفه، وجات بنينه وتقطع كميه كبيره. كما شفتوا معايا المول صغير ما يرفدش بزاف. ودروك بعد ما عمرت المول تاعي بهذه الطريقه راح نغلق الحبات تاوعي بالشوكولا، لكن غير بالبانسو، نديرو طبقه رقيقه فقط باش ما تجيناش الحلوه تاعنا معمره بزاف بالشوكولا. نحاولوا نديرو الحبه تاعنا ليس، ولا نحاولوا نديرو الشوكولا تاعنا ليس، باش كي نحطوها فوق الحبه تاع الصابلي تجينا نيشان، ما تجيش طالعه ولا تجي عوجه. فهمتوني؟ بهذه الطريقه. ونكمل كاع الحبات اللي تاوعي وندخلها للثلاجه غير تجمد لي الشوكولا بالخف، ونخرجهم باش نديمو ليهم. ودروك بعد ما جمدت لي الشوكولا اللي كنت بلعت بها من الفوق غادي نديمو ليهم. وهذا هو الشكل تاع الحبه تاع الحلوى تاعنا. شوفوا كيفاش جات شابه. شوفوا معايا الشوكولا كيفاش تجي ليس. تبعوا الطريقه كيما عطيتها لكم وغادي تتحصلوا على نفس النتيجه. حلوه بزاف شابه. وكما راكم تشوفوا معايا يديمونا بكل سهوله، ما يتكسروا لكم ما والو. اسهل من هذا المول مازال ما شفتش، ساهل والخدمه تاعه سهله، ما يتكسروا لكم ما والو. يديمولاو معاكم فاسيلمون. الان غادي نديمو ليهم كاع نكملهم ونقلع لهم هذيك الزياده تاع الشوكولا باش تجي الحبه تاعنا مفينيه وتجي شابه. هنا بغيت نوري لكم، شوفوا الشوكولا تاعنا كي قلعت لها هذيك الزياده تاع الشوكولا، شوفوا الحبه تاعنا كي جات متحوفه وشابه. هنا بغيت نقول لكم باللي في الحلوى ولا في الكاطو ادق التفاصيل يبانوا في الحلوى تاعكم ويعطوا اضافه للحلوى تاعكم. فهمتوني؟ زعما كنت قادره نخليهم كيما هكا، بصح شوفوا كي قلعت لها الزوائد شوفوا الشكل تاعها كيفاش تبدل ولا تبان شابه. الان نحكم الحبه تاع الصابلي تاعي وندير لها النيسلي كراميل في الاطراف بهذه الطريقه. وبلا ما نحكي لكم على الصابلي، وصفه تاع الصابلي المعتمده اللي نورمالمون حفظتها لكم اشاك فوا نديرها لكم، وصفه ما نبدلهاش، ناجحه مليار بالمئة. شوفوا معايا الصابلي تاعكم كيفاش يخرج على حبه واحده، وما يطلقش الزيت في الفرن وما يتكمش ويجي على حبه واحده وبنين بنين بنين. هاد الوصفه تاع الصابلي لازم ديروها في عينيكم وتحتفظوا بها. اي حلوه يكون فيها صابلي خدموا بهاد الوصفه، بزاف شابه، خاصه اللي يخدموا المشاريع غادي تساعدكم بزاف هاد الوصفه باسكو تقطع كميه كبيره. كما شفتوا معايا الحبه تاع الصابلي تاعي ندير لها النيسلي كراميل في الاطراف ونرمضها في القطايف المحمصين، وندير كميه قليله من الشوكولا بالبانسو في الوسط تاع عفوا في وسط الحبه تاع الصابلي، ونلصق الحبه
تاع الشوكولا تاعي بهذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحبه تاعنا. اسهل من هاد الحلوى وابن منها ما كانش. شوفوا بنت القطايف مع الكراميل مع الشوكولا والحشو اللي درناه الداخل اللي فيه القطايف والكاوكاو. انا ما نحكي لكمش على البنه، لازم نتوما تروحوا تجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير على البنه. جات روعه كما شفتوا معايا، بكميه بصوالح قلال، و زعما ما درناش حاجات غاليين ولا بريستيج، وعطاتنا حلوه شابه بريستيج محشيه وبنينه. ونكمل بنفس الطريقه. نحكم الحبه تاع الصابلي تاعي ان ندير لها النيسلي كراميل في الاطراف، ونرمد الحبه تاع الصابلي تاعي في القطايف المحمصين، ولصق الحبه تاع الشوكولا تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا معايا عفوا النيسلي كراميل تاعي درته في حمام مائي باش يذوب لي شويه باسكو جامد. معيت نخلط فيه بالملعقه هكا باش يولي لي طري، ما بغاش يطرى لي حتى درته في حمام مائي باش ولا لي طري عفوا، وساعدني في الخدمه. هنا غادي نزيد معاكم حبه باش تشوفوا معايا الطريقه مليح وتحفظوها. بهذا الشكل نحكم الحبه تاع الصابلي وندير لها نسلي كراميل في الاطراف بهذا الشكل. من الاحسن الكراميل ديروه في الحمام المائي باش يساعدكم في الخدمه، باسكو راه البرد وكاع غادي يولي جامد. ونرمد الحبه تاع الصابلي تاعي في القطايف. شفتوا القطايف كي حمصتهم كيفاش جاو شابين، تحسبوهم هذوك اللي ينباعوا مشريين محمصين، بصح شاولا تبعوا الطريقه كيما قلت لكم. القطايف تاعنا تبغي النار قليله وتبقى غير تحركي فيها، وما ديروا لها حتى اضافات، ما ديروا لها ني دهن ني سمن ني والو، وتعطيكم هذا اللون. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. قاطو بالقطايف من اروع ما يكون ومن ابن الحلويات اللي غادي نشاركها معكم. شوفوا هنا قسمت لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا الشكل تاعها من الداخل، جات بزاف شابه تحفه بنينه بنينه بنينه. ما عليكم غير تجربوها، ان شاء الله تكونوا كملتوا معايا لا فيديو حتى للاخير، تبعتوا الطريقه وديتوا نصائح تاوعي وسجلتوا الوصفه باش تجربوها ان شاء الله. وصفه بنينه بنينه على ضمانتي. وتعرفوني نجيب لكم غير الحلويات الشابه كيفكم. ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو تاع اليوم وتعطوني تعليقاتكم، وتحفزوني باش نعطيكم وصفات جديده ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. تهلاو في رواحكم، السلام.